إيدي كينغستون من أبرز المصارعين في AEW، وقصته مختلفة عن باقي المصارعين. بس قبل ال AEW تعالوا أكلمكم شوية عنه. اتولد سنة 1981 في نيويورك، وبدأ كاريره في المصارعة من 2002، ولعب في اتحادات كتير فشخ، يعني بجد كتير فشخ. بس كان بيلف على الاتحادات الصغيرة، مفيش اتحاد كبير كان راضي يوقع معاه لحد ما بقى عنده 38 سنة. والمصارعة اللي كان مكدس حياته ليها فشخته نفسيا، لدرجة إنه في أول سنة 2019 قرر يعتزل، وفعلا باع يعني الله يكرمكم جزمة من جزم المصارعة اللي كانوا عنده. بس حصل حاجة غيرت رأيه، وأخوه كان مخلف جديد وقال له ممكن تساعدني في تربية الطفل ده؟ قال له ماشي. قام قال له بس ازاي؟ هقول له ما يستسلمش وما يتخلاش عن حلمه، إذا كان عمه يتخلى عن حلمه في إنه يبقى مصارع موقع من اتحاد كبير. قام قال له كنت أمك. وأنا والله مش قصدي أخرجكم من المود يعني، بس هو قالها له كده بالحرف. فده كان حافز كبير لإيدي إن هو يكمل في مشوار المصارعة وما يستسلمش لحد ما اتحاد كبير يوقع معاه. وإيدي معروف بالبروموهات بتاعته ومهاراته على المايك. ففي نفس السنة عمل البرومو الجامد ده، تعالوا نشوفه مع بعض. يعني أنا بحب أشوف حاجات معاكوا الصراحة. You know what I'm really sick of? Shut the fuck up and let me speak. I am sick and tired of making stars. You know LAX? Yeah, those motherfuckers owe me 10%. Ha ha ha, laugh it up. Laugh it up, you jerk-offs. Cause I'm staying at home, pitch broke, while they're making millions of dollars off some mark. But I'm broke. Getting rid of guys like you, big bad wrestlers. You ain't a fucking wrestler, you're an actor. Right, Glenn? That's what this is about. It's about acting. Well, I'm a fucking fighter. And I've been a fighter all my life. Ah, you won't stay down. So, I'm tired of making people. Cause they get paid and they go to fucking NXT while I stay at home broke. When I know for a fact. Where's the hard cam? Where's the hard cam? Zoom in on my face. Zoom in. And understand something. I'm better than Adam Cole. I made him. I'm better than Matt Riddle. I made him. I'm better than that whole entire roster. And Lord knows, I'm way better than anything NXT UK. And don't get me started on AEW. فزي ما انتوا شفتوا في البرومو، بيخبط في NXT، بيخبط في ال AEW على امل اي حد يوقع معاه يعني. وفي عرض تعبان كده عمل كول اوت لكودي رودز اللي هو كان ال TNT تشامبيون ساعتها. ووقتها ال AEW كانت لسه بتكون نفسها وبتجمع مصارعينها، فقبلوا التحدي. وايدي ما دخلش على اغنية، لا دخل وهو بيقول لا لا لا. وبعد الماتش ده فانز ال AEW عملوا قلق على تويتر، وعملوا هاشتاج وقعوا مع ايدي كينغستون، ساين ايدي كينغستون. وال AEW فعلا وقعوا معاه، واخيرا اتحقق حلمه في ان هو يوقع مع اتحاد كبير. وحاليا يقدر يقول لابن اخوه بكل ثقة ان هو ما يستسلمش وما يتخلاش عن حلمه. نتكلم بقى عن مسيرته في ال AEW. في عرض اول اوت كان مشارك في باتل رويال كانت معمولة، اللي يكسبها هيتحدى البطل ساعتها اللي هو جون موكسلي. بس هو خسر، وبعدها طلع يقول ان هو المفروض ما كانش يخسر، لان هو ما طلعش من فوق الحبل. طلع بطريقة هوريكوا الصورة اهو، اي عذر وخلاص عشان يتحدى جون موكسلي. وقال كمان ان هو وجون موكسلي بادئين مع بعض ولعبوا مع بعض في اتحادات صغيرة، بس موكسلي باع روحه لما وقع مع ال WWE الممثلين ولاد وهو اصلا ما يصدق يجيله العرض ده من ال WWE يعني.
المهم موكسلي وافق يلعب ضده وإيدي خسر، وبعدين طلع تاني يقول إن الحكم هو السبب، الحكم هو اللي وقف الماتش وأنا ما استسلمتش. طب ماشي يا عم، هنديك الريماتش بتاعك. خسر برضه. وبعدها دخل في عداوة مع سي ام بانك، والاتنين دول فعلا كانوا بيكرهوا بعض، كان في بينهم كره كده، فطلعوا بروموهات جامدة الصراحة، وقال له بص أنا بكرهك ومش عارف أقولها لك إزاي يا قلب أخوك، بس الروستر كله بيكرهك. والماتش اتعمل، بس خسر برضه ضد سي ام بانك. وكل ده هو على سلسلة خسائر محترمة. بعدين لعب ماتش ضد كريس جيريكو، وأخيرا كسب، هزم كريس جيريكو وعمل تيم مع موكسلي. ما حبيتش الصراحة التيم ده يعني، هما كل مصارع لوحده شكلهم أحسن يعني. وإيدي كينغستون معروف بحبه للستايل المصارعة اليابانية، لأن هو عنده أنجر إيشوز وكان بيتعصب، وأمه عشان تهديه كانت بتشغله مصارعة. فهو حب المصارعة خصوصا الستايل الياباني عشان كان بيتفرج عليه، وفعلا حقق الحلم ده كمان، ولعب ضد مصارعين كبار قوي في النيو جابان برو رسلينج، وكسب لقب هناك، وكسب لقب كان في الرينج اوف اونر. واخيرا اللقب اللي كان عليه زي تورنمنت، زي دوري، زي كاس كده، لقب ال AEW Continental Championship. بس بعد ماتش نص النهائي ضد براين دانيelson، بعد ما كسب عمل اللقب ده في النهائي، يبقى كده هو معاه 3 ألقاب، وحقق حلمه برضه في ان هو يبقى تريبل كراون تشامبيون زي ما بيقولوها كده، او معاه 3 ألقاب زي المصارعين اللي هو كان بيبص لهم وكان نفسه يبقى زيهم في يوم من الأيام. بس الحقيقة ال AEW أنقذت المصارعة وأنقذت أحلام مصارعين كتير زي إيدي كينغستون، لأن هم كمان بيسمعوهم وبيخلوهم يلعبوا بالستايل اللي هم حابينه عشان يدوا 100% في الحلبة. ومش عايز الحقيقة نهاية الفيديو تكون كده، بس هو في الآخر خسر ال3 ألقاب بتوعه، بس عمل ماتش جامد فشخ ضد مارك ريسكو، وكمان هو مصاب حاليا، بس في فيديو نزله من كام يوم، فإن شاء الله هيرجع يعني قريب. شفت إنه مصارع مميز، مصارع حقيقي، مفيش ناس كتير بتتكلم عنه في الوطن العربي خصوصا، فقلت أعمل الفيديو ده، أتمنى يكون عجبكم.